نجح في انه يدخل قلوب الجماهير ويعشقوه في وقت قصير قوي. نجح كمان في انه يغني شعبي وطرب ورومانسي وحزين، وده صعب على مطرب انه يغني كل نوع من الانواع دي ويتميز فيها ويبقى ملوش زي. وعشان كده بقى المطرب الشامل الخجول الجميل السلطان بهاء سلطان. أولها قوم أقف وأنت بتكلمني، قوم أقف بصلي وفهمني، قوم أقف. لو بتحب تسمع حواديت المشاهير اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حدوتة أول بأول. ولو بتحب بهاء سلطان اعمل لايك وشير وساعدنا على انتشار الفيديو ده عشان الناس تعرف عظمة البوب. الفصل الأول البداية أو النشأة أو الملخص من البداية كده. اتولد بهاء سلطان في 1 أكتوبر سنة 1972 في حدائق القبة بالقاهرة. كان شعبة علم في الثانوية العامة وحصل على درجة البكالوريوس في كلية التربية الموسيقية. قابل الفنان مصطفى كامل وعجبه صوته جدا جدا، وشاف فيه فرصة إنه هيكون نجم في مجال الغنى العربي. قدمه للمنتج نصر محروس اللي أدرك موهبته بسرعة. قدم بهاء أغنيته الأولى في سنة 1997 وهي أغنية احلف من كلمات مصطفى كامل، وبعدها تم انطلاقة بهاء في مجال الغنى المصري والعربي بعد النجاح الكبير اللي حققته الأغنية. سجل بهاء ألبومات كتير جدا بعدها وأغاني منفردة، وتعاون مع عدد كبير من الشعراء الكبار زي مصطفى كامل وبهاء الدين محمد ومجد النجار، وتعاون كمان مع عدد كبير من الملحنين المهمين زي حسن أبو السعود ورياض الهمشري وحسين محمود ووليد سعد ومحمد رحيم واحمد محمود. حصل على مكانة خاصة في قلوب الجماهير لدرجة ان هم اطلقوا هاشتاج بعنوان بهاء سلطان وحشتنا لدعوته للعودة الى الساحة الغنائية وتقديم ألبوم غنائي جديد. الفصل الثاني هنتكلم فيه عن مسيرته الفنية. بدأ بهاء سلطان مسيرته الفنية بعدما اكتشفه مصطفى كامل وحسن أبو السعود وقدم له أغنية احلف اللي صدرت بعدها في ألبوم يلي ماشي واللي كتبها مصطفى كامل بنفسه. وفي سنة 1999 أصدر بهاء أول ألبوم منفرد بعنوان يلي ماشي، وكان فيه 8 أغاني منهم يلي ماشي واحلف ويومين وعدوا وقال لي وأقل واجب، وأشهرهم كانت يا ترى اللي اتعرفت وقتها باسم قريب ولا بعيد، وتم تصويرها فيديو كليب وكسر الدنيا وقتها. عشان النجاح الكبير اللي حققه ألبوم يلي ماشي أنتج له نصر محروس أغنية كمان في ألبوم فري ميكس 2، وكانت أغنية بين لنا سنة 2000. وفي سنة 2001 تم إصدار ألبوم جديد يحمل اسم 3 دقايق، ويتميز برضو إنه بيضم 8 أغاني، ومن الأغاني المشهورة في الألبوم ده هم 3 دقايق وما يردش ويا ابن آدم روحي فيك ويا هاجرني. وتعاون بهاء مع أسماء مهمة في الألبوم ده زي صلاح الشرنوبي وحسن أبو السعود وعصام كاريكا، والمغمور وقتها تامر حسني وأحمد شاهين. وبالرغم من نجاح كليب أغنية يا ترى، بس بهاء ما صورش أي فيديو كليب الأغنية في الألبوم ده. وفي الفترة دي حققت أغنية ابن آدم نجاح كبير جدا وخاصة عند بائعي أشرطة الكاسيت. وفي نفس الوقت زادت شهرة تامر وشيرين مع بهاء سلطان، وكانوا الثلاثة نجوم حقيقيين في النجاح. وفي سنة 2003 أصدر بهاء ألبومه الثالث بعنوان قوم اقف اللي حقق نجاح كبير قوي قوي قوي، وكان اسم بهاء على كل لسان بسبب جمال صوته وخفة دمه التلقائية. وظهر تامر حسني في فيديو كليب لأغنية قوم اقف، وكمان غنوا مع بعض في بعض المشاريع الفنية التي لم تكتمل ولكن اتسربت بعد كده زي أغنية راجع لي ليه، واللي اتضح إن تامر حسني هو اللي غنى الأغنية لوحده بتقليد صوت بهاء في نفس الأغنية عشان بهاء راحت عليه النومة. يضم ألبوم قوم اقف 8 أغاني مشهورة زي قوم اقف ويلي بايع ووياك وعلي بيحصل لي وانسى. واشترك بهاء في الألبوم ده مع الملحنين البارزين زي تامر حسني ومحمد رحيم وحسين محمود وأحمد محي ووليد سعد. تتميز معظم الأغاني في الألبوم بجمال الألحان وإتقان استخدام بهاء لمدى صوته اللي بيسعد الكل ويجذبهم زي ما عودنا دايما. وبعد غياب 3 سنين رجع بهاء يقدم ألبومه الثالث بعنوان كان زمان، اللي اتميزت أغنيته الرئيسية بالجو المظلم العميق والحزن السائل، لكنه يحتوي على مؤشرات نضج فني لبهاء سلطان لا يمكن التجاوز عنها. وبدأ الجميع يقول المطرب ده بيعرف ازاي يطربنا، وبيعرف ازاي يلمس وجداننا بالحزن، وبيعرف ازاي انه يلعب على اوتار قلوبنا. من بين اشهر اغاني ألبوم كان زمان هي كان زمان وبناقص قلبك يا حول الله وتندم ليه، والاغنية الاكثر شهرة ساعتها طبعا هي الواد قلبه بيوجعه. واتفق بهاء على التعاون مع عدد من الفنانين زي محمد رحيم وتامر عاشور ورياض الهمشري ومحمد يحيى، وتم تصوير فيديو كليب لبهاء لاغنيتين في الالبوم ده وهما كان زمان والواد قلبه بيوجعه.
واللي يثير الانتباه هو ان بهاء قدم اغنية وبناقص حياتي معاك في الالبوم ده، واللي قبل كده قدمها بدويتو مع شيرين، ولكنه قدم الاغنية في الالبوم بصوته الفردي. وزي ما قلنا ان البوم كان زمان هو علامة نضج بهاء سلطان في مجاله الفني، واستحوذ على مكانة خاصة في قلوب المعجبين، ولكن هنا بدأت المشكلة الحقيقية، وبسببها غاب بهاء سلطان لمدة 5 سنين عن الساحة الفنية. وبكده انتهى الجزء الاول من حدوتة اليوم، ولو عايز الجزء التاني ينزل في اسرع وقت اعمل لايك وشير وكومنت، واكتب ان القصة عجبتك ومنتظر الجزء التاني، واكتب لنا مين نجمك المفضل وبتحب بهاء سلطان ولا لا. ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك الجزء التاني اول ما ينزل، ويوصلك الحواديت للمشاهير اللي جاية كتير. كان معكم محمد المراكبي من قناة حواديت المشاهير.